التي يواجه المنتخب الوطني المغربي. تعطل الواضح انه كان خطا على مستوى التغطيه. كره ممتازه، فرصه وناحيه تمريره الجهه اليسرى كان بالامكان الاستفاده منها. عمليه هجوميه، محاوله ملعوبه على مستوى الخط الامامي. الوطني المغربي عنده جنسيتين، الكونغوليه والفرنسيه. هذه محاوله، كره ملعوبه اماميه، المراوغه من ابراهيم دياز والدخول داخل منطقه الجزاء، لكن قبل ذلك هنالك رايه مرفوعه من الحكم مساعد المنتخب الكونغو. رفع هذه الكرة على مستوى الخط الأمامي، ولكن هناك رأي من حكم المساعد معلن على تسلل 3 ديال الدقائق الأولى من عند حكيمي كيستلم الكرة ديالو، تمريرة عرضية، فرصة جيدة ولكن كاين سقوط. الحكم بن صغير كيراوغ، التمريرة ديالو ممكن تجي أمامية ممتازة، دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة جيدة ولكن رأي مرفوعة من الحكم المساعد أيوب الكعبي. كانش من ذلك تمريرة عرضية جانبية من ألين إيبيل، يلعب هذه الكرة ورأسية مباشرة صوب الحارس ياسين نابول. الراوغة ديالو كيقوم تمريرة في اتجاه عزيز أوناحي، محاولة ممتازة، هدف جميل. عزين أوناحي كيوضع الكرة في المرمى بطريقة ذكية، كيدخل داخل منطقة الجزاء، كياخذ التموضع المثالي وكيوضع الكرة في الزاوية البعيدة، كيعلن على الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي بطريقة جميلة. كتجي الكرة محاولة داخل منطقة الجزاء، الدفاع ديال المنتخب الكونغو يعني يمكن نقول بأنه بقى واقف تماما يتابع العمليه الهجوميه ديال عزين أوناحي. لاحظوا هنا الياس بن صغير في المراوغه ديالو، التمريره الاماميه عزين أوناحي ناخلق الفريق، وبعد ذلك يوضع الكره في الزاويه البعيده بعيد على الحارس الذي يلعب في الدوري الفرنسي. وشوفوا هنا الطريقه اللي جات من عزين أوناحي، المهاره ديالو، الاسلوب ديالو، اختراق، ثم بعد ذلك يوضع الكره في المرمى. هدف واحد مقابل شيء. احسن بدايه واحسن سيناريو. ايبيريغلي كيحاول يرفع هذه الكره، تلعب مباشره عند اشرف حكيمي حافظ على الكره ديالو، تمريره وتغطيه ديال الدفاع. الياس بن صغير في المكان المناسب، تمريره يحيى عطيه الله كيرفع كره جانبيه داخل منطقه الجزاء. حكيمي أوناحي دياز حاول في النفق الضيق وكاين خطا، سقوط على ارضيه حكيم زياش يساعد كيمرر تمريره، كره ممتازه داخل منطقه الجزاء، لعبات عند اشرف حكيمي ديالو، محاوله تمريره ممتازه دي عند ايوب كعبي، كيطرق ايوب، محاوله داخل منطقه الجزاء وخروج ديال الحارس ماتيمبو اوين اللي كيتمكن من ايقاف العمليه الهجوميه. والكره اللي كانت عند مسياس وهذه انطلاقه هجوميه من الجهه اليمنى. حكيمي كاين خطا واضح، الخطا المخالفه والبطاقه تاتي لانه عمليه سريعه التسجيل. هذه هنا سياج، تصويبه مباشره، تصويبه من جديد داخل منطقه الجزاء، اخذ ورد، تضييع تعود مغربيه، تصويبه من جديد، فرصه، هدف، والهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. يضع الكره في المرمى شادي رياض، اليوم شادي يسجل ويضع الكره في الشباك معلنا عن ثاني الهدف الثاني للعناصر الوطنيه التي تلعب بالجديه والتي تبحث عن اهداف اخرى. هدف اول من عزين أوناحي وهدف ثاني من شادي رياض. يضع الكره في المرمى، يعلن عن انطلاقه جيده ورائعه في لقاء اليوم ومباراه اليوم. خماش رفقه المحمدي بسعاده غامره، وايضا وليد الركراكي يتابع هذه الطريقه التي اتى من خلال الهدف. هناك اندفاع، هناك ضغط، هنالك ايضا محاولات تاتي على مستوى الخط الهجومي يستفيد منها المنتخب الوطني المغربي من اشرف حكيمي. اخذ ورد اشرف حكيمي كينطلق تمريره عرضيه جانبيه، محاوله ممتازه، جول، والهدف الثالث من ايوب الكعبي الذي يواصل المشوار. نعم، يسير بشكل مميز وبطريقه جيده ويضع لنفسه عنوانا خاصا في لقاء اليوم. هذا هو ايوب الكعبي الذي يحقق واحده من اهدافه التي تاتي مع المنتخب الوطني المغربي الاول، اللي يرفع رصيده على المستوى التهديفي 33 هدف في جميع المسابقات التي شارك فيها مع فريق اولمبياكوس هذا الموسم، ومع منافسه محتدمه بمشواره اللي مشى على مستوى الدوري اليوناني. فيعتبر اول لاعب عربي سجلت على مونس باسومينيا، ولكن نايفا قرد مع اشرف حكيمي مباراة قويه. لذلك خط الوسط شوفوه في وضعيه جيده مثاليه، قدم مشوار استمر بالقنيطره بالفتح. وهنا 3 ديال الاهداف مقابل لا شيء. كره في اتجاه الياس بن صغير، في اخر المطاف الحكم كيقول الجهه اليمنى الين ايبيلي، واخراج الكره بمبدا الامان والسلامه من شادي رياض الى خارج الخط. ابراهيم دياز
هنا محاولة تصويبة جميلة، حكيم زياش، عملية ديال المراوغة، محاولة ديال إبعاد الخطر. ممتاز ظهور الدفاع من نايف أكرد يبعد الخطورة ويبعد الكرة ويبعد هذه المحاولة اللي جات. كرة مرة أخرى تلعب هذه الكرة أمامية، محاولة بهذه الكيفية إلى خارج الخط الخلفي للملعب. 32 دقيقة، 3 ديال الأهداف مقابل لا شيء. مشوار مستمر من إلياس إلى يحيى عطية الله، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء وفي آخر المطاف إلى خارج الخط الخلفي للملعب. يحيى عطية بيوس ولابس كرة تعود مغربية داخل منطقة الجزاء، لكن هنالك تغطية دفاعية، محاولة في اتجاه إبراهيم دياز والصعود. حكيم كرة داخل منطقة الجزاء، اختراق، تمريرة ممتازة والهدف الرابع مغربي اليوم. الغنيمة التهديفية والمسار الموفق للعناصر الوطنية تبدع. إذا كتيبة المدرب وليد الركراكي زيارة شباك منتخب الكونغو 4 مرات حتى الآن، 2 منها بإمضاء أيوب الكعبي. عملية هجومية من الجهة اليمنى لعبت بشكل ممتاز واستثمرت أيضا بشكل ممتاز. رابع الأهداف لصالح المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا عملية ديال الهجوم، تمريرة بالمقاس، دخول داخل منطقة الجزاء، قادم من الخلف. عن الهدف الخامس، كرة تنفذ، محاولة داخل منطقة الجزاء، هدف ثالث لأيوب الكعبي، هاتريك. غادي نشوفوا هنا إلياس بن صغير أيضا بسعادة كبيرة مع أيوب الكعبي ونايف أكر. لعبات كرة داخل منطقة الجزاء، كيجي الهدف الخامس للمنتخب الوطني المغربي. غادي نشوفوا الإعادة من كرة ثابتة تم التعامل معها بذكاء، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، توثيق اللحظة وتوثيق هذه الفرحة. لاحظوا هنا تمريرة، غياب تسلل تماما، الكعبي برأسية يضع الكرة في الشباك. 3 ديال الأهداف كتجي من جانب أيوب الكعبي في مباراة طويلة للأمام. هذا لاعب كافولا كيمرر تمريرة جانبية ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي الملعب، زاوية عملية اختراق، دخول داخل منطقة الجزاء، إبراهيم دياز، إبراهيم يبحث عن هدف آخر. عملية هجومية من الجهة اليسرى، دخول داخل منطقة الجزاء، تصويبة، هدف جميل ديال سفيان رحيمي في أول لمسة، كيدخل بالكرة ديالو داخل منطقة الجزاء ويسجل سادس أهداف المنتخب الوطني المغربي. سفيان رحيمي انطلق بالكرة ديالو من الجهة اليسرى ووضع الكرة، أول لمسة، بداية جميلة، مباراة رائعة. 28 سنة لهذا اللاعب، نجوم العين الإماراتي المتوج بالكأس الآسيوية بمسار رائع، بمشوار سابق رفقة فريق الرجاء. اليوم في دور 18 رفقة المنتخب الوطني المغربي وفي